ليه الفراخ مش بتخف من المشكلة اللي موجودة عندي؟ عندي مشكلة زي البرد أو عندي مشكلة زي الإسهالات وبنزل الأدوية، بروح للبيطري وبقول له على الحالة الموجودة عندي وبيديني العلاج وبنزل العلاج والعلاج ده مش بيجيب معايا نتيجة. ايه السبب اللي مخلي الفراخ مش بتخف؟ الحقيقة هو مش سبب واحد، هما 4 أسباب. ممكن يكون سبب واحد بس من الأسباب دي موجود عندك، مش شرط يكون موجود عندك ال4، كل واحد ممكن يكون عنده سبب مختلف عن التاني، هو اللي معطل علاج المشكلة اللي موجودة عندك في الفراخ، وبالتالي بقى معطل معاك الدورة كلها، معطل معاك الأوزان والتحويل. طب ايه هما ال4 أسباب دول؟ طيب قبل ما أقول لكم على الأسباب، أستأذنكم بس إن أنا أرحب بالناس المشتركة جديد عندي في القناة، واللي أغلب المشاهدات اللي بتجينا على الفيديوهات اللي بنزلها بتيجي من الأعضاء المشتركين جديد عندي. أهلا وسهلا، يسعدني ويشرفني وجودكم معايا في القناة. كمان يسعدني ويشرفني أي حد لسه بيسمع فيديوهاتي، أول حد لسه أول مرة يزور قناتي ولسه مشتركش عندي، إن هو يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد من طيور نورة. كمان حابة أشكر كل الناس اللي بتكتب تعليقات، اللي عنده سؤال وحب إن هو يسأله، أو اللي ما عندوش سؤال ودخل كتب أي ذكر أو أي تعليق. سعيدة جدا بتعليقاتكم وسعيدة جدا بوجودكم معايا في القناة. عشان بقى مطولش عليكم، نتكلم بقى عن الأسباب اللي بتأخر عندنا علاج المشاكل اللي بتكون موجودة في الفراخ. أول سبب هو الأدوية. الأدوية اللي احنا بننزلها أدوية المادة الفعالة اللي فيها قليلة أو تكاد تكون معدومة، بمعنى أصح أدوية مضروبة، ودي بقت منتشرة وموجودة جدا. أدوية محلية ملهاش أي لازمة، بننزل منها فراخ وبرضو الفراخ عندنا مش بتخف. عشان كده أنا بأكد وبقول في كل مرة بتكلم عن الأدوية، لما حد بيسألني على أسماء أدوية معينة بقول له هات المنتج المستورد، لأن المادة الفعالة اللي فيه أفضل بكتير جدا، والنتيجة بتاعته للأسف أفضل من الأدوية المحلية الموجودة عندنا. دي أول حاجة. السبب التاني هو تكرار نفس المضادات الحيوية لأكتر من مرة. ازاي الكلام ده؟ يعني مثلا حصلت عندي مشكلة في الفراخ زي مثلا إسهالات، أو أنا نزلت جرعة زي جرعة مثلا الكوليستيريديا اللي احنا بننزلها. بالمناسبة يا جماعة، النهاردة اليوم العاشر من عمر الفرخ الأبيض، النهاردة آخر جرعة. الناس اللي سمعت الفيديو اللي قبل ده قلنا إن احنا دلوقتي شغالين في جرعات السموم ومنشط الكبد وغسيل الكلى، وده اليوم العاشر إن شاء النهاردة آخر يوم في الجرعة دي، وبإذن الله من أول بكرة اليوم ال11 ميعادنا مع أول جرعة للكوليستيريديا والكوكسيديا. معلش الفيديو ده اتأخرت، كان المفروض ينزل من كام يوم. أنا صورت الفيديو بس ما قدرتش لظروف ما، وظروف كمان في النت منعتني إن أنا أسجل وأنزل الفيديو. الجرعة دي مثلا احنا بننزلها في اليوم ال11، سواء إذا كان بقى أنا عندي إسهالات كوليستيريديا كوكسيديا أو ما عنديش. طيب ما نزلت مثلا نوع دواء مضاد حيوي معين، حد وصفهولي البيطري الدهوني، فأنا رحت جبت الدواء ده ممكن أنا لو نزلته أول مرة هيجيب معايا نتيجة. لسبب ما بقى الإسهالات بتاعت الكوليستيريديا دي رجعت عندي تاني قبل ميعاد الجرعة التانية. موضوع إن الكوليستيريديا ترجع عندي تاني دي بيكون سببها أخطاء عندنا في الرعاية، هي اللي بتنشط الكوليستيريديا عندنا تاني. يعني تذبذب درجات الحرارة بينشط الكوليستيريديا، الفرشة المتسخة عندي بتنشط الكوكسيديا، التهوية بقى وغاز الأمونيا اللي موجود عندي في المكان بينشط بقى عندي كوليستيريديا وكوكسيديا ويعمل عندي مشاكل تنفسية. دي الأسباب اللي بتخلي المشاكل دي ترجع عندي تاني. أجي بقى أنا أروح عندي مضاد حيوي مثلا تنفسي عالجت بيه قبل كده، عندي مضاد حيوي للكوليستيريديا نزلته قبل كده، فاروح منزل بقى مضاد الحيوي ده تاني. في الوقت ده بقى هنلاقي ان المضاد الحيوي اللي احنا بننزله ده مش بيجيب معانا نتيجة. طب ايه السبب؟ السبب ان الفرخ اخد مناعة من المضاد الحيوي، فبالتالي استجابة الفرخ للمضاد الحيوي ده بقت قليلة، النتيجة مش هتبقى زي اول مرة ننزل فيها المضاد الحيوي. عشان كده انا قلت في فيديو قبل كده ضروري جدا ان احنا نحفظ اسماء الادوية اللي احنا بننزلها للفراخ. بلاش بقى كل ما يحصل عندنا مشكلة نروح نقول للدكتور البيطري على المشكلة اللي عندنا وهو يدينا علاج، واحنا نيجي ننزل العلاج ما نعرفش العلاج اللي احنا نزلناه ايه، وممكن تحصل بقى عندنا نفس المشكلة تاني ونروح للدكتور تاني ويدينا نفس الأدوية هي، وقتها بقى الأدوية مش هتجيب معانا نتيجة. فالأفضل إن احنا نحفظ أسماء الأدوية. نزلت جرعة كوليستيريديا مضاد حيوي معين،
اجي في الجرعة التانية اغير المضاد الحيوي ده واجيب مضاد حيوي تاني غيره. نزلت جرعة تنفسي للفراخ، حضنت مثلا على التيلوزين، اجي بقى في المرة التانية حبيت ان انا انزل جرعة تنفسية تانية تغير بقى عن التيلوزين، او ممكن ان انا ادخل حاجة تانية مع التيلوزين زي مثلا زي الاريثروميسين او الانيروفلوكساسين. اي حاجة من المضادات الحيوية دي هتمشي مع التيلوزين، ننزلها كجرعة تنفسية تانية. طيب ده السبب التاني. السبب التالت ايه؟ ان الفراخ يكون عندها مشكلة في الكلى. ازاي؟ يعني انا نزلت مضادات حيوية كتير، طبعا في ناس كتيرة بتهمل جدا جرعة المنشط الكبد وغسيل الكلى، مش بتهتم بمنشط والغسيل ان هي تنزله للفراخ. من كتر بقى المضادات الحيوية اللي انا نزلتها للفراخ دي، الكلية عند الفراخ بتقف. الكلية مادام عند الفرخ واقفة، فتلاقي ان الفراخ مش بتستجيب للعلاج، حتى لو انا بنزل مضاد حيوي كويس جدا، بس برضه مش بيجيب مع الفراخ نتيجة، لأن الكلية بتاعت الفرخ واقفة. وهنلاحظ بعد فترة بقى إن جسم الفرخ ابتدى إن هو يزرق، أو إن هو يبقى لونه أحمر غامق شوية. هتلاحظ بقى إن في بعض الفراخ كده هتلاقي فرخة أو اتنين أخدوا جنب، امتنعوا عن الأكل وعن الشرب. في بعض الإخراجات بتكون لونها أبيض، وبعد فترة الفرخ ده بيموت، ده بيكون عنده مشكلة في الكلى. ده السبب التالت. السبب الرابع بقى، اللي انت حتى لو كل الاسباب اللي انا قلتها دي مش موجودة عندك، يعني بتنزل ادوية كويسة، وبتنزل جرعات منشط الكبد وغسيل الكلى، وبتغير المضادات الحيوية، مش بتنزل نفس المضاد الحيوي وهو في كل مرة. لو عندك المشكلة الرابعة دي، كل الحاجات دي برضو مش هيبقى ليها اي لازمة، والعلاج برضو مش هيجيب عندك نتيجة. ايه هي الحاجة دي؟ اللي هي الرعاية. زي ما قلت ان مادام عندنا مشكلة في الرعاية، ايا كانت بقى، الحرارة، التهوية، الفرشة، اي خلل في الحاجات دي كلها، ده هيكون سبب ان الفراخ عندنا مش هتخف، مش هنعرف نعالج المشكلة الموجودة عندنا. دي بقى هي الاسباب اللي بتأخر عندنا علاج المشاكل الموجودة في الفراخ. اي سبب من الاسباب دي موجودة عندك في الفراخ هيكون سبب في ان الفراخ عندك مش بتخف من المشاكل الموجودة فيها. طيب بخصوص بقى الحاجة اللي انا منزلها للفراخ النهاردة في اليوم العاشر، دي خلطة بصل مع بنجر. جبت البنجر فرمته في الكبة هو والبصل، وبعد كده خلطته على العرق زي ما انت شفت كده في بداية الفيديو، وكنت مجوعة الفراخ ونزلته للفراخ النهاردة في اليوم العاشر. طب ايه فايدة الخلطة دي بقى كده؟ رفع مناعة، رفع للوزن، فاتح للشهية، ومطهر للمعدة. انا النهاردة عملت الخلطة دي محطتش عليها غير البصل والبنجر بس ان شاء الله في المرة الجاية هيبقى في اضافات تانية هنزودها مع الخلطة دي. المرة اللي عدت احنا نزلنا البنجر على المية، المرة دي نزلناها على العلف، والمرة الجاية برضو ان شاء الله هينزل على العلف، بس هينزل معاه اضافات تانية. انا بس بعود الفرخ كده شوية بشوية عشان ما اعملش ضغط على الامعاء. ده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، اكتب تعليق، اسأل اي سؤال، انا برد على كل الاسئلة. ولو ما عندكش اي سؤال سمعنا اي ذكر، صلى على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. واشوفكم على خير في الفيديو الجاي.